السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية سمك مكريل هتعجبكم قوي. جبت كيلو سمك مكريل. خليت السماك يفتحها كده سنجاري، انتي قوليله كده. وبعد كده انا قطعتها 2، انتي مش عايزة تقطعيها براحتك. بعد كده نقعتها في مية وكمون، بعد ما غسلتها كويس نقعتها في مية وكمون ودخلتها في التلاجة. طبعا بقى انا بعد ما اقطعها وبقى احطها في مصفى واغسلها تاني، وبعد كده احطها في التلاجة تتصفى خالص عبال ما احضر الحشوة. طبعا الحشوة بقى هتجهزوا بصلاية كبيرة حمرة، 3 طماطميات، جزراية كبيرة، فلفل رومي، فلفل حامي، ليمون، بس كده. طبعا بقى جبت الصينية حطيت فيها حوالي 3 معالق زيت زي ما انتوا شايفين كده. رصيت فيها السمك اللي انا سبته يتصفى في التلاجة. هرص السمك. طبعا الخضار اوعوا تنسوا هنقطعه قطع صغيرة خالص. طبعا بقى جبت بقى هجهز بقى بولة هحط فيها ده طبعا ليمون، ليمونة واحدة كفاية ترصيها كده قبل ما تحطي الحشو. طبعا بقى جبت بولة هحط فيها كمون وكزبرة وشمر وملح، ودي معلقة فلفل حامي على فلفل رومي احمر، ودي حوالي 2 ليمونة معصورة، ودي حوالي معلقة توم مفرومة. هتقلبيهم كويس، يبقى ملح، شمر، كزبرة، كمون، معلقة توم مفروم، 2 عصير ليمون، وما تنسيش معلقة الزيت اللي هي حطيتها دي دلوقتي، معلقة زيت واحدة بس. قلبناهم كويس، وتنسي معلقة الهريسة لانها بتديها طعم حلو قوي. ما عندكيش هريسة افرمي 1 فلفل حامي على فلفل رومي احمر. طبعا بقى بتبلهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى ايه، هسيب بقية التتبيلة للحشوة اللي هو الخضار اللي احنا مقطعينه: بصل، طماطم، فلفل رومي، فلفل حامي، جزراية كبيرة، حزمة كزبرة خضراء زي ما انتوا شايفين اهو، فلفل حامي وفلفل رومي وبصل وجزر وطماطم وحزمة الكزبرة الخضراء. هقول تاني: بصل وجزر وفلفل رومي وفلفل حامي وطماطم وحزمة كزبرة خضراء نزلنا بيهم على التتبيلة، وقطعيهم قطع صغيرة. بعد كده هحطهم فوق السمك اللي احنا حطيناه في الصينية. هتحطيه كده. وبعد كده طبعا بقى ده عايزين تعملوا معاه رز ابيض براحتكم، رز ببصل براحتكم، واحنا عارفين السمك في الشتاء بيبقى كتير. طبعا بقى هدخله في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 45 دقيقة، واحنا مغطيينه بورق ألمونيوم. طبعا دي شرايح ليمونتين او ليمونة واحدة يعني كمان، لان احنا متبلينه ليمون كويس جدا يعني. دي بعد ساعة الا ربع بشيل منه الورق الألمونيوم. طبعا كنت مجهزة فحماية على النار عشان هخليه بالفحم، يعني يبقى فيه طعم الفحم، يبقى ريحته جميلة قوي وطعمه جميل كمان. شلته بقى كده ربع ساعة من غير ورق ألمونيوم. قمت بقى عملت بقى بالفحمة بنفس المية اللي نزلت منه كده، بتروحي حطها على الفحمية وتروحي مغطياها تاني عبال ما تغرفي الرز، عبال ما تعملي طبق السلطة، تسيبيها شوية كده تهدى. انا بقى سبتها بقى، وطبعا رميت الفحمية في الحوض عبال ما تهدى خالص بقى. وبعد كده بقى ايه، قلت اما اوريكم شكله اهو هيعجبكم قوي.
وده شكله بقى بعد ما خلص واستوى وبقى زي الفل اهو. ايه رأيكم بقى؟ ما تنسوش بقى تديني رأيكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.